للمزيد حول هذا الخبر وغيره من أخبار الصحف اليونانية ينضم إلينا مباشرة الآن الزميل عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا. أبدأ معك عبد الستار بالتوضيح لنا ردود فعل المجتمع المحلي بشأن دعوة اليونان لإعادة تماثيل البارثينون، وهل هناك مؤشرات على دعم دولي لهذه المبادرة؟ نعم شيرين، أتحدث إليك من هنا من خليج كورنثياس وسط اليونان. بالنسبة للصحف اليونانية اليوم بالفعل تحدثت عن كلمة وزيرة الثقافة اليونانية لنا مندوري أمام الجمعية العامة لليونسكو، واللي أثارت تفاعل واسع هنا في الداخل اليوناني بين الأوساط السياسية والثقافية والشعبية. اعتبرت الدعوة إلى إعادة تماثيل البارثنون إلى أثينا استمرارا لموقف وطني ثابت بتتبناه الحكومات اليونانية المتعاقبة منذ عقود، ورمزا للإصرار على استعادة جزء من التراث الإنساني اللي بيعد من أبرز شواهد الحضارة الإغريقية. الخطاب اللي ألقته مندوني خلال انعقاد الجمعية العامة لليونسكو حمل رسالة قوية عبرت عن موقف اليونان الرسمي والشعبي معا كما سألتيني. الوزيرة أكدت أن البارثنون ليس ملكا لليونان وحدها بل للإنسانية جمعاء، ودعت الدول الأعضاء إلى دعم مطلب بلادها في إعادة التماثيل إلى متحف الأكروبوليوس ليعاد عرضها كعمل فني موحد بيمثل كمال الحضارة. ردود الفعل داخل اليونان جاءت إيجابية للغاية. أشادت وسائل الإعلام المحلية بوضوح الخطاب وقوته، واعتبره المراقبون أنه تأكيد على أن أثينا بتواصل المطالبة بحقها التاريخي بطرق دبلوماسية وثقافية راقية. وأيضا عبر عدد من المثقفين والفنانين عن دعمهم للمبادرة. أما شيرين على الصعيد الدولي قد برزت مؤشرات على تعاطف ودعم عالمي متنامي مع المطلب اليوناني، لأن الوزيرة في كلمتها شددت على أن الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بيمثل تهديد عالمي مشترك، واستعرضت الجهود اللي بتبذلها اليونان بالتعاون مع اليونسكو في هذا المجال. كما حرصت وزيرة الثقافة اليونانية خلال كلماتها أنها توجه التهنئة إلى المدير العام الجديد للمنظمة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والثقافة المصري الأسبق، وأشادت بخبرته الواسعة في مجال إدارة التراث الثقافي وبدوره في تعزيز التعاون الدولي لحماية الآثار، وأكدت على ثقتها بأن قيادة الدكتور العناني ستمنح المنظمة زخما جديدا في مرحلة بتتطلب رؤية متوازنة بتجمع بين حماية الهوية الثقافية والتنمية المستدامة. عنونت الصحف اليونانية أيضا خبر آخر عن الآثار، وهو عن افتتاح رئيس البرلمان معرض تحت عنوان الآثار اليونانية بعين الزائر في متحف اللوفر. هل يمكنك أن توضح لنا أهداف هذا المعرض وكيف يسلط الضوء على تجربة الزائر مع التحف الأثرية؟ نعم، معرض الصور الفوتوغرافية اللي افتتحه رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانس تحت عنوان الآثار اليونانية في متحف اللوفر بعين الزائر. هذا المعرض بيحمل رسالة ثقافية عميقة بتتجاوز حدود الفن إلى تأمل العلاقة بين الإنسان وتاريخه. فالهدف الرئيسي للمعرض هو إعادة تقديم الآثار اليونانية الشهيرة المعروضة في معرض اللوفر من منظور الزائر العادي، أي كما يراها بعينه وانفعاله، لا بعدسة المؤرخ أو الباحث فقط. المعرض بيضم صور لمصورين عملوا لعدة أشهر داخل متحف اللوفر لتوثيق التحف اليونانية بأسلوب فني يجمع بين الواقعية البصرية والعاطفية الإنسانية. ومن خلال هذه الصور بيحاول المعرض أن ينقل تجربة الزيارة نفسها بما فيها من رهبة وجمال وإحساس بالانتماء إلى حضارة بتمتد جذورها في عمق التاريخ. الحدث شيرين بيهدف بحسب كلمة رئيس البرلمان إلى إحياء التواصل الوجداني بين المشاهد والحضارة الإغريقية، وإلى تذكير الجمهور بأن هذه القطع الأثرية هي شهود على روح الإبداع الإنساني. وأيضا المعرض بيسلط الضوء على جمع بين
الصور والضوء والزمن. افتتاح المعرض لم يخلو من إشارة رمزية إلى الموضوع اللي تحدثنا عنه قبل قليل حول قضية الآثار اليونانية الموجودة في المتاحف العالمية، حيث وصف كاكلامانس اللي هو رئيس البرلمان تلك القطع بأنها ضحايا للنهب وصفقات الماضي، لكنه في الوقت نفسه ثمن الدور اللي بتلعبه أو اللي بيلعبه متحف اللوفر في الحفاظ عليها وعرضها باحترام، بما في ذلك تمثال أفروديت ميلوس وناصر ساموتراكي. إلى جانب الصور شيرين، شاركت مكتبة البرلمان اليوناني بعرض 27 إصدار نادر بتوثق التبادل الثقافي بين اليونان وأوروبا من القرن السادس عشر، يعني في تأكيد على أن المعرض لا يروي فقط قصة الفن بل أيضا قصة الحوار الحضاري الطويل بين الشعوب. نعم. لازلنا في الحديث عن المتاحف، والعالم أجمع كان يشاهد احتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير. اليونان شهدت أيضا هذا الاحتفال، تحديدا سفارة مصر في متحف الأكروبوليس. كان احتفالا مليئا بالمشاركات سياسية، فنية، ثقافية وإعلامية. لو تكلمنا أكثر عن هذا الاحتفال. حقيقة شيرين، الصحف اليونانية ووسائل الإعلام المختلفة الكل يعني تحدث باستفاضة عن المتحف المصري الجديد وهدية مصر للعالم. سفارة مصر في اليونان نظمت هذا الاحتفال المميز في متحف الأكروبوليوس بأثينا بمناسبة الافتتاح الرسمي أو التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أهرامات الجيزة، في فعالية عكست عمق العلاقات الثقافية الممتدة بين مصر واليونان. الاحتفال اللي دعا إليه السفير المصري هنا في اليونان عمر عامر جاء في أجواء مفعمة بالفخر والرمزية، حيث تلاقت الحضارتان المصرية واليونانية مجددا تحت ظلال معبد البارثنون في مشهد بيجسد روح الصداقة القديمة اللي ربطت شعبي النيل والأكروبوليوس عبر القرون. المناسبة حضرها رئيس البرلمان اليوناني وعدد من الوزراء وأعضاء البرلمان ورموز من كبار الشخصيات العامة والأكاديمية والإعلامية البارزة، إلى جانب طبعا نخبة من المثقفين والدبلوماسيين اللي أعربوا عن إعجابهم بالمشروع المصري الضخم اللي بيعد أكبر متحف أثري في العالم. وشدد الحاضرون على أن المتحف المصري الكبير بيمثل هدية مصر للعالم وجسر جديد للحوار بين الحضارات. الفعالية شيرين اتسمت بأجواء احتفالية راقية ومفعمة بالفخر الوطني، فبينما عرضت مقاطع مصورة لأبرز مقتنيات المتحف الجديد من بينها كنوز الملك توت عنخ آمون وتمثال رمسيس الثاني، استحضرت في أحاديث الضيوف روح التاريخ المشترك بين مصر واليونان، حيث الفن والفلسفة والبحث عن الجمال بيجتمعون في هوية إنسانية واحدة. وفي كلمته أيضا أكد السفير عمر عامر أن هذا الحدث ليس مجرد احتفال بافتتاح متحف بل احتفاء بروح مصر التي ما زالت تنبض بالحياة منذ آلاف السنين. نعم. وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير بيجسد رؤية مصرية للثقافة كقوة ناعمة. نشكرك عبد الستار بركات مراسلنا في أثينا على كل هذه التغطية الصحفية لليوم.